مجدي عن صوت الطياره الزنانه اللي عماله بتلف فوق في الاجواء دلوقتي في دلوقتي فلسطين؟ الساعة 5 ل 10 الفجر. احنا ان شاء الله رايحين نصلي، بس قبل ما نصلي يعني في شوية حاجات كده حصلت في الليلة اللي فاتت دي. احنا كنا بايتين في الأتوبيسات وفي ناس بايتة في المستشفى يعني زي ما احنا سامعين كده، بس مش عارف طب الكاميرا جايباه كويس ولا لا. إسرائيل أحد الحركات الوسخة اللي بتعملها إنها بتطلع الطيارات اللي هي بدون طيارين، بتعمل حاجة بيسموها الزنانة دي هو الصوت اللي احنا سامعينه ده. الطيارات اللي بدون طيار دي بتبقى طيارات كده صغيرة اوتوماتيك، بتبقى هي بتمشيها بتحكم من على بعد، تفضل تلف طول الوقت في الهواء وتعمل الاصوات اللي احنا سامعينها دي، بحيث انها تحسس الفلسطينيين طول الوقت بالرعب، وتخليهم تعدي عليهم الليله كلها في توتر من غير ما يحسوا باي امان، ويحسوا في اي وقت ان ممكن الطيارات دي تيجي تضربهم يعني. طبعا كل شويه احنا عمالين نسمع صوت القصف، حاجه يعني مميته. اي حد يبقى قاعد هنا يبقى حاسس بالقلق والخوف والرعب. اخر حاجه انا كنت غفلت شويه ونمت، صحيت قالوا لي ان في طياره من الطيارات قصفت البيت ده كان فيه عيله من 12 شخص. ال 12 شخص دولت كلهم دخلوا دلوقتي ميتين، دخلوا على المستشفى. حاجه يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. واحنا رايحين على نصلي الفجر دلوقتي، احنا اهو بنصلي الفجر في فلسطين، هنصلي جماعه وفي المسجد ان شاء الله. اسعاف طبعا زي ما احنا شايفين عماله بتشيل في جثث كل شويه. احنا رايحين نصلي الفجر دلوقتي ان شاء الله جماعه في المسجد وهنادي عليهم. والموضوع مش دعاء بس، لا هو دعاء ان شاء الله وتوكل على ربنا سبحانه وتعالى، وكمان بناخد بالاسباب واحنا موجودين هنا عشان سبب من الاسباب. ان شاء الله كل الفيديوهات دي لما توصل لكم وانتوا سبب من اسباب نصرة المكان ده، نبقى احنا بقى فاكرين الحلم وفاكرين البلد دي. قول لنا مجدي، ايه سبب ان احنا بيتنا النهارده هنا في الاتوبيسات ما اتحركناش على طول بعد ما خلصنا الزياره؟ طبعا احنا وصلنا متاخر شويه، فده كان احد الاسباب. احنا كان المفروض هنوصل هنا قبل صلاه المغرب، فده بما انه اخرنا الناس كانت خايفه علينا ان احنا نمشي في الضلمه، لان بيقولوا يعني ان سلطات اسرائيل بتهدد انها ممكن تضرب القافله بتاعتنا يعني. طبعا هم جبنه جدا، ومن ساعه ما عرفوا ان احنا هنا الضرب دايما بيحصل حوالينا وما بيحصلش في المكان اللي احنا موجودين فيه يعني. بس ده اضطرينا ان احنا نبقى بايتين ناحيه المستشفى علشان نقدر ان احنا يعني نحافظ برضو على سلامتنا يعني، ولو ان انا اصلا مش عايز احافظ على سلامتي يعني، كان نفسي اخلص. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. العصر انقصف على بيت دار الدلو في حي الشيخ منور تقريبا. ضربوا بيتهم يعني ولا ضربوا بيتهم ب 16. كان عيلة واحدة أبوهم والأطفال، بيجي 9 أنفار من عيلة واحدة. 9 أنفار من عيلة واحدة. صحيح. 9 الأطفال 4 وأمهم وأبوهم، في نساء كمان 2 6 الأطفال. هذا عيلة واحدة. هذه عيلة واحدة. بس أصحاب عيلة واحدة. Tomorrow we all can go home free, and all this will finally end. Palestine tomorrow. أنا أخوك من أسير محرم في وفاة الحرام قبل عام تعرض مسجون الاحتلال بعد قضاء 21 عام. أحدثكم بهذا التعريف بنفسي ليس رياء، ولكني أحمل رسالة في قلبي أرجو أن تحملوها وتبلغوها للأمة. الأمة اليوم تنتظر نصر من الله سبحانه وتعالى وفتح قريب. اليوم تعيش الأمة على أبواب نصر من الله وفتح قريب. اليوم كل الأمة تنتظر هذا النصر، ونحن كنا قبل 4 سنوات في سجون الاحتلال نعيش حرب الرصاص المصفوف على أهلنا في غزة، وكنا نقلق على غزة أن تباد غزة وأن تشتد من جذورها، ولكن اليهود ما علموا أن هناك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. أهلي وأحبابي المصريين، خير أجناد الأرض الذي بشر بكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقف بينكم اليوم، وأنا أشعر بالعزة وبنشوة النصر القريب بإذن الله تعالى. أحملكم رسالة جاءت في نفسي خلال الساعات الماضية أن تحملوا وتبلغوا الرسالة. لقد راهن الكفر
ولكن بشريات مصر بهذه الثورات العربية التي بدأت من تونس لم تركن تونس إلى أربعة، ولم تقول أن الأمة ما زالت في سبات وأن الأمة دائمة. انتظرت تونس فلحقت بها مصر ولحقت بها ليبيا، والأمة كلها على أبواب هذه العزة والكرامة تنتزع حقها انتزاعا. فاليوم وأنا أستشعر هذا الشعور أحملكم رسالة. اليوم نحن كشعب فلسطين هنا نقاتل بما ملكنا من سلاح، نقاتل. بدأنا بالحجارة، بدأنا بالسكين، بدأنا بالكلاشين، بدأنا بالمسدس، بدأنا بالصواريخ، وسنكمل المشوار. والله سبحانه وتعالى تكفل اليهود بنا وسنقضي عليهم بإذن الله تعالى، فهم دين الحية. ولكني وهذا سبب وقوفي بينكم اليوم أحملكم رسالة بأن هناك رأس الحية، رأس الحية أمريكا، رأس الحية أوروبا، هي التي دعت الدول الأخضر لإسرائيل لترتكب هذه الجريمة، لترتكب هذه الجريمة البشعة بحق أطفال غزة. كلكم متابع للسياسة، أعلم يقينا أنكم تتابعون السياسة. فقد بدأت إسرائيل هذه الجريمة وهذه الحرب الإبادة الجماعية بدور أخضر من أوباما بالأمس تابعنا أيضا بالأمس قبل 24 ساعة أعطى ضوء أخضر جديد لإسرائيل، قالهم معاكم من 36 ساعة إلى 48 ساعة نرى أن يكون هناك هدنة أو لا يكون. فرسالتي بصفتي استشهادي في يوم من الأيام أنا خرجت في سبيل الله استشهادي، ولكن الله سبحانه وتعالى كتب لي الحياة رغم أنف اليهود ورغم أنفي حيث كنت أطلب الشهادة، ولكن الله قدر لي أن أحيا لعله عز أن أقف بينكم اليوم وأحملكم رسالة إلى أمتنا العربية والإسلامية في كل ربوع العالم أن رأس الحية أمريكا، رأس الحية أوروبا، أن تحاسب السفارات في كل الدول العربية، أن تحاسب لا أن نقاتل السفراء، لا أن نقتل السفير الأمريكي كما قتل في ليبيا. نريد أن نوصل رسالة حضارية لأوروبا لأمريكا، السفارات محاصرة، هناك منظرة يجب أن تتوقف في فلسطين، يجب أن اليوم يوضع لها حل من رأس الكفر من أمريكا. وأملنا في الأم كبير، وأملنا في وقفة رجال الأم التي يعني ما قصرت لحظة من اللحظات أن تكونوا عند حسن ظن الشعب الفلسطيني ولا تقلقوا على الشعب الفلسطيني، فأطفاله رجال ونساءه زوجات وأخوات الرجال، والمقاومين في الثغور ينتظرون قدوم الجنود برا، لأنه كيف الجبناء حياتهم برا، فهم يرجموننا بالصواريخ من السماء، ونحن لها بإذن الله تعالى نقدرهم على حبل الجمر وصبر، ولله المستعان. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. كان احد الحاجات اللي هي حصلت ان انت من ساعه ما قامت الثوره وانت دايما بتقعد تتكلم على ان احنا لينا احلام واحنا لينا كذا ولينا كذا، ان انا العدو بتاعي ده طول الوقت هو اللي عمال يخوفني باستعراضاته دي هو عملها لمدى سنين قوي، بنى بيها جدر مش حقيقيه ومش موجوده في العالم. من الجدر دي ان هو عايز يحسسني ان هو قوي. طب ده انا حتى الحزب اللي انا طالع معاه اسمه مصر القوي، تمام؟ انا المعنى ده لازم يبقى اصلا مربوط جوايا، بصرف النظر ان انا مش عضو في مصر القوي، بس انا لازم كلمه مصر القويه دي ابقى انا بعملها. الوفود الامريكيه والناشطين الامريكيين كانوا في اي وقت بيروحوا اي حته في العالم ينزلوا، مهما كان اللي موجود ده كان بلطجي قد ايه، يخاف ان هو يقرب من مواطن امريكي. انا المعنى دوت لازم اوصله، والحمد لله اعتقد ان انا بعد السفريه دي حاسس ان دوت اللي وصل فعلا وده اللي حصل. كنا لسه عمالين نتكلم مع بعض من شويه انك انت دلوقتي انت بتقول ان البضاعه دي كانت كل مره قبل كده كانت بتتنقل من ساعه ما الثوره قامت، خلاص سيبك من عهد مبارك، عهد مبارك كانت اصلا بتتقلب قبل ما توصل وبتتقلب هنا في مصر. القصه دي معروفه يعني ومشهوره جدا. انما بعد عهد مبارك من ساعه ما الثوره قامت الفرق ان كانت الحاجه بتوصل، بس بعد ما بتوصل اسرائيل تضربها بالقصف او بتبعت عصابات من عندها تسرقها. ايه الضامن الوحيد اللي يخلي البضاعه تطلع من هنا من مصر توصل لفلسطين؟ الضامن ده انك انت نفسك اللي بتبرع بالحاجه تبقى موجود مع الحاجه وتكون درع بشري حواليها يمشي من هنا يوصل لحد هنا. الدرع البشري ده عمره ما هيبقى درع الا لو انت واثق انك انت قوي. لو انت ما بقتش واثق انك انت قوي هيعتبرك زي الفلسطيني اللي بالنسبه له هو طبعا مش بالنسبه لنا احنا فلسطين على راسنا من فوق، انما بالنسبه للاسرائيلي وبالنسبه للاسف لمعظم دول العالم بقت بتتعامل معاه ان هو حاجه رخيصه بتتقتل كل يوم وبتتهان كل يوم ومفيش حد بيتحرك علشانها. انما احنا طبعا بنسبه لنا ده مش موجود، وده اللي احنا كنا جايين نثبته، ان انت تثبت ان الشخص ده غالي عليك، والشخص ده انت هتقدر انك انت تنصره بالاستعانه بالله سبحانه وتعالى اللي هيخليك لما انت استعنت بيه خلاك بقيت قوي. ففعلا انت بتتنقل مع الحاجه عشان تضمن انها توصل، بتكون درع بشري حواليها بتتحرك معاها لحد ما توصل. الحاجه دي اللي احنا كنا طالعين بيها كان حاجتين، كان غذاء وكان ادويه. تحديك دوت وتحركك ده بيخوف الاسرائيليين، وده نيه تقدر تقول رقم 2 اللي احنا بنتكلم فيها وتقويها بانها النيه رقم 3، انك انت بقى كمان مش مجرد تثبت لهم انك انت قوي، ده انت بتخوفهم. وده اللي الحمد لله حصل. احنا لما كنا موجودين هناك
وده هتشوفوه بعد كده في الاحداث، وده حتى الناس بتتفرج عليه في الفيديوهات. احنا نقلنا ده للتحرير، من التحرير وصل لحد ما بقى موجود هناك في فلسطين. فانت جاي تنقل التخويف ده اللي انت تخوف بيه اسرائيل، اللي هي في عز ما هي طيارات بتطير بطياراتها وبتضرب بقذائفها من بعيد، تعمل كل الكلام ده كله وانت واخد انك انت عايز تخوف. وبالتالي ده الحمد لله ده بعد ما احنا بنعمل. رابع نهايه انك انت بقى تعلن للعالم كله، والعالم كله ده بما فيه اصلا مصر من جوه، ان مفيش حاجه اسمها قضيه ان انا مصري وان ده فلسطيني، فانا الاولى بالنسبه لي مصر وان انا اسيب فلسطين. الكلام ده حتى اتكلمت مع الناس فيه كتير عشان بس فيه لغط مش باين للناس. انا عندي في البطاقه بتاعتي، والمثل ده انا ضربته كتير، عندي في البطاقه بتاعتي في خانتين، في خانه اسمها مسلم، الديانه مسلم، وفي خانه ثانيه اسمها الجنسيه مصري. محدش قال ان في الاسلام مفيش حاجه اسمها انك انت مصري ولا كذا ولا كذا، بس في نفس الوقت دي حاجه تحت حاجه. انا بالنسبه لي لازم دايما كلمه مسلم تبقى هي اللي فوق. فاحنا عمالين بنتعامل مع حته الجنسيه المصري دي وناسيين ان احنا حتى جواها في حاجات ممكن نقعد نغلط بعض بيها. يعني اديت مثل قلت ان انا دلوقتي لو في اسكندريه حصل زلزال وفي الصعيد حصل في نفس الوقت زلزال والقاهره ما حصلهاش اي حاجه، تمام؟ حصل الزلزال ده في اسكندريه، هل انا مش هروح اغيث اهالي اسكندريه؟ لا، هروح اغيثهم. طب حصل في نفس الوقت ان الزلزال ده كان موجود في نفس الوقت دوت في الصعيد، هل معنى ان اسكندريه اقرب للقاهره من الصعيد ان انا مش هروح للصعيد؟ لا، الطبيعي والمنطقي واللي الناس كلها بتقوله عشان انا جنسيتي مصري ان دول اهلي ودول اهلي، فانا هبعت مجموعه هنا وهبعت مجموعه هناك، او نفس المجموعه اللي هتروح هنا لازم تبقى حريصه على انها تروح هناك عشان تغيث دول وتغيث دول. طب انا راعيت هنا حته ان انا مكتوب عندي في البطاقه الجنسيه مصري، نسيت ان انا عندي الديانه اللي هي المفروض اعلى من الجنسيه، ان انا مسلم، ان اللي موجود في غزه ده مسلم وانا مسؤول عنه برضه، حتى لو بقى مع كل بقى المغالطات التاريخيه اللي بتحصل، اللي يقول لك عليهم خونه واللي يقول لك ما كانوش بيساعدونا واللي يقول لك كذا وكذا وكذا. يا سيدي انا مسلم بان ده بيحصل، مع ان دوت اصلا مش حاصل، وحتى لو حصل اكيد زي ما في مصريين خونه، زي ما في فلسطينيين خونه، في مصريين خونه وفي تونسيين خونه وفي كذا وفي كذا وفي كذا، والخونه موجودين في كل حته في العالم، واحنا مش عايشين في الجنه، احنا عايشين في الارض. فهل انت في ديانتك في حاجه اسمها ان اخوك المسلم يستغيث بيك فانت تسيبه؟